حبايبي الحلوين، كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مامة عمر كانت بتعوده إن هو يشيل الأطباق بعد ما ياكل، وإن هو يتعود ينظم سريره. يلا يا عمر بقى، اعمل السرير بتاعك بعد ما تقوم. مش ماما، أنا مش بعرف أعمل كده. طيب أنا هساعدك يا عمر إن أنت ترتب سريرك، بس بكرة هتتعود إن أنت تعمله لوحدك. اتفقنا؟ اتفقنا. شاطر يا عمر. ودلوقتي يا عمر أنت خلصت أكل، يلا شيل الطبق بتاعك وحطه في الحوض. ماشي يا ماما. شاطر يا عمر. عمر، يا عمر، تعالى بسرعة. نعم يا ماما، في ايه؟ عمر، مين اللي كسر الكوباية اللي وقع في الأرض دي؟ لا، أنا ما كسرتهاش. أمال مين اللي كسرها يا عمر؟ أنا ما كسرتهاش، ممكن يكون بابا. بابا؟ بابا هيكسر الكوباية ويسيبها في الأرض يا عمر؟ عمر. ما مش عارف يا ماما، أنا ما كسرتهاش. طب يا عمر، قول الحقيقة، لو انت كسرتها انا مش هعاقبك، لكن لو كذبت انا هعاقبك. ما تتعودش على الكذب يا عمر. انت كسرت الكوباية؟ اه، بس أنا كنت خايفة أقول. لا يا عمر، ما ينفعش تكذب مهما حصل. انا مش هعمل لك حاجة. قولي ان هي وقعت غصب عني وانا مش هعمل لك حاجة، انها ما تكذبش. ماشي يا عمر؟ عشان الكذب وحش. صح يا عمر؟ صح يا ماما. وانتوا كمان يا اصحابي، مش عاوزاكوا تتعودوا ان انتوا تكذبوا، وقولوا الصراحة مهما حصل. أشوفكوا الحلقة الجاية. مع السلامة. مع السلامة.